السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد ووصفة سهلة وبسيطة وحلوة جدا، وانا شخصيا بحبها جدا. هنعمل كوسة بالفراخ. تمام، صينية كوسة بالفراخ، ومعايا ملح وفلفل اسود بس، ومعايا بصل، ومعايا طماطم، ومعايا توم مهروس. تمام كده. هقطع بقى الحاجة دي وهغسل الفراخ كويس وهرجع لكم تاني. تمام، انا قطعتها وقطعت الطماطم زي ما انتم شايفين. طبعا اي طريقه انت حابه تقطعي بيها براحتك خالص. تمام اهو، انا حابه ان اقطع الحاجه كبيره كده، بس وصفه سهله جدا وحلوه جدا وطعمها حلو. وعامه انا بحب الكوسه بجميع، يعني اي طريقه فيها كوسه انا بحبها. تمام، هنزل بقى في صينيه كده او حله زي ما تحبي، زي ما تحبي. المهم يعني نزلت بكل الخضار المتقطع ده. حابه تضيفي لها اي خضار عندك براحتك خالص، بس انا بحبها كده بتكون حلوه. يعني بحب اي اضافات تانية عليها، حابه تحطي ورق لوري حبهان براحتك خالص. طبعا بصوا، لازم تدعكي كده بايدك الملح والخضار كله مع بعضه، البصل والثوم والطماطم، ادعكيهم كده جامد. تمام. حابه تحطي اي بهارات تانية، 7 بهارات، حبهان، ورق لوري، براحتك خالص. انا هاخد بقى شويه من التتبيله دي عشان انا طبعا ما تبلتش لسه الفراخ، فطبعا مش هحط التتبيله دي على الفراخ. يعني هحط الفراخ على الاول قبل الكوسه، لا طبعا. نزلت بقى بالكوسه، هتبلها كده بكل المكونات دي. وطبعا لو ناقص ملح او فلفل اسود زودي، عشان الكوسه بتنزل ميه، وغير كده يعني بتمتص الملوحة اللي بتبقى في يعني الملح، فاهمين قصدي؟ يعني ظبطي المهم ملحك. وكمان يا بنات، عايزين تدخلوها الفرن كده زي ما هي، بالفراخ بس من غير زيت او سمنة، براحتك. حابة تضيفي لها اي اضافات تانية برضو براحتك خالص. ممكن تحطي بطاطس، ممكن تحطي تعملي زي تورلي يعني في الفرن. تمام. طبعا خدت شوية التتبيلة دي، هتبل بقى بيها الفراخ، وهرص الفراخ بقى كده فوق الكوسة بالظبط في الصينية كده فوق الكوسة مع بعض. طبعا غسلتها كويس الفراخ وتبلتها كويس. وطبعا دي وراك يا بنات. تمام. انا بحب اقطعها بقى كده. وطبعا الفراخ غالية و... والحاجة بقت غالية جدا، فانتي بقى حاولي ان انتي توفري مثلا، فما تعمليش الورك كله كامل. لو في عندك اطفال ولا حاجة ممكن ياكلوا الفخذ دوت اللي هو الدبوس يعني. وللكبار مثلا الجزء اللي بيبقى العلوي في الورك، فاهمين قصدي؟ بس كده انا خلصت كله بقى. فطبعا تبلت كله، فبقى هنزل بباقي التتبيله دي بقى كده من فوق الفراخ اللي انا عملت بيها الفراخ. تمام. عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا 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 جدا، وسهله جدا ومخدتش وقت. انا طبعا حطيتها في الفرن. حابه تعمليها من فوق برضو وتغطيها براحتك خالص في حله، او باللحمه كمان هتكون حلوه قوي، او باللحمه المفرومه بتكون حلوه كمان باللحمه المفرومه. هنزل بقى بشويه زيت صغيرين، مش هكتر يعني. تمام. ممكن لو عايزه تاكليها كده صحيه بدون زيت او سمنه او اي حاجه، في ناس بتحط سمنه، في ناس بتحب الزيت، في ناس بتحب الزبده، براحتك خالص. هنزل بقى بشويه ميه صغيرين، دول تقريبا كوبايه ميه. تمام. نزلت بيها كده. طبعا ظبطي بقى الملح وظبطي التوابل براحتك خالص. طبعا هي مش محتاجه اي حاجه. تمام. المهم هغطيها بقى بورق فويل، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة تلت ساعة، 20 دقيقة يعني، بالورق الفويل. و10 دقايق هشيل الورق الفويل من عليها عشان احمرها. تمام. احمر وشها كده. كده بقى دخلتها الفرن. اسهل اكله ممكن تعمليها مع شويه رز. اهي طلعناها بقى كده زي ما وقدمنا بقى الاكل كده، وعملنا طبعا شويه ملوخيه، شويه شوربه لسان العصفور، والرز ومخلل، وبالهنا والشفا. وما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب. باي باي، في وصفه جديده.